انا بفكر وعماله افكر وافكر وافكر ان احنا لو فضلنا كده كتير يعني هنعمله ايه؟ هنجيبه منين؟ دي كل حاجه ماسكه سعر. يعني في فئه ماسكه سعر وفئه بتغلى كل يوم كل يوم كل يوم. مش برضو واقفه، مش واقفه، او ان هي غلت ومش هتغلى تاني. لا لا. يعني حد يفسر لي ايه الغلا اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه بجد. الحاجه ما بتقفش عند حالها، ولما بتشتري حاجه النهارده يقول لك انا مش عارف سعرها ايه بكره. يعني هو احنا هنفضل كده الحاجه بتغلى كده وما فيش دخل؟ يعني بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه. يعني يعني علبه اللبن اللي انا كنت بجيبها من شهر ب 95 جنيه، النهارده بقت ب 140 جنيه. ها؟ وكنت بجيب لبنتي التانية عشان بترجع كتير وعندها مشكله في زورها، يعني ما ينفعش ان هي تاكل غير نوع لبن معين. كنت بجيبها ب 140 جنيه بقت ب 200 جنيه. هو احنا هنفضلوا كده كتير ولا الموضوع ده هيقف؟ ولا هنثبتوا عند اسعار ولا هنعملوا ايه؟ والخضار واقف عند اسعاره، بل بالعكس بيزيد. يعني الخضار ماسك سعر بقاله فتره. هو في كده في ايده ان هو يرخص حاجه عشان خاطر ربنا؟ رخصها. ولو لاقي نفسك ان انت هتغلي عشان خاطر انت عايز تاكل السوق وتنهب وتغلي على الناس، اعرف ان الناس تعبانه، خلي بالك. فيعني ايه؟ التاجر اللي هو بايده برضو ماسك السوق وحاكمه بالراحه على المواطن، لان المواطن خلاص ما بقاش حتى المتوسط متوسط، بقى فقير زيه زي الناس الفقيره.